تخيل تكون مجرد طالب عايش حياة هادية مع ناس بتحبها وكل حاجة بسيطة، لكن لحظات من عمرك بيتغير فيها كل حاجة، وتصحى في مكان غريب وتعرف فيه إنك عندك قوة مفيش شخص في العالم عنده نصها حتى. فيا ترى هتقدر تستخدم القوة دي وتحمي العالم، ولا هتكون مجرد نكرة تعيش وتموت في عالم غريب محدش حتى فاكر اسمك؟ وده اللي هنعرفه في الانمي بتاعنا النهاردة. ويلا بينا نبدأ. جه الوقت اللي عرفكوا فيه على تاتشي، طالب عادي زي أي طالب، كل يوم رايح جاي من المدرسة مع صديقة طفولته رين، واللي كانت بتحب الرياضة حب مش طبيعي، وبتقول له انت ايه اللي خلاك تبطل تتمرن؟ دي كانت الحاجة الوحيدة اللي انت فالح فيها. بيسكت وبيقول في سره قصدها ايه البت دي بالكلام ده، وفجأة بيجري تاتشي عليها وبيلحقها قبل ما العجلة تخبطها، وبيقول له فتح لي طريقك ياما، وبيطمن عليها. بتبص للأرض وبتستغرب وبتقول له انت متأكد انك ما اتخضتش؟ ولما بيبص بيقول لها ايه العبط ده، اكيد مش مني. وبيكون واقف مستغرب وبيقول لها دي زي الألعاب بالظبط، وبيزقها وبيقول لها اخرجي بره الدايره دي. لكن في اخر لحظه بتمسك في ايده والاتنين بيختفوا من العالم كله. ولما تاتشي بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيجري على رين وبيقول لها الله يخرب بيتك انت متي ولا ايه؟ لكن بتفوق وبتقول له انا بخير يا عم، وبيفضل يقول لها طب مش حاسه باي وجع؟ بتقول له تنيل مش وقته لما نشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. وبتفضل تحاول تتصل باي حد يلحقهم، لكن مفيش شبكة، وبيفضلوا ماشيين عشان يلاقوا أي حد يفهموا منه. وبيقول لها تاتشي تفتكري المكان ده في العالم بتاعنا أصلا؟ بتقف وبتقول له اسكت ما اسمعش صوتك، أنا بخاف من الكلام ده. لكن فجأة بتنح وبتكون شافت وحش شكله مرعب، وبتقول له يا ريتني مت قبل ما اجي هنا. بيقول لها تاتشي الجري نص الجدعنة، اياكي تقفي. لكن الوحش شكله مش سهل ومش ناوي على خير، ورجولة تاتشي نقحت عليه وقال لها قومي اجري وسيبيني، انا عارف اتعامل مع الاشكال دي ازاي. بتقول له انا لو سبتك هتموت يا غبي. بيقول لها انا عارف لكن المهم انت تعيشي. وقام وطلع يجري على الوحش بكل سرعته، ومسك طوبة وحدف بيها الوحش، وشكل تاتشي هيطلع عين امه النهارده. وبيقعد يزعق وبيقول له كلني يلا ولا انت جسمك ضخم على الفاضي. وقبل ما الوحش يخلص عليه بثواني ظهر واحد أقرع ونزل بسيفه على الوحش وحاول انه يخلص عليه، لكن الوحش ما استسلمش. وفجأة بيظهر سهم من العدم بيخترق الوحش وبيجيبه على الأرض، وتاتشي قاعد مذهول ومش فاهم أي حاجة. انتوا مين يا جدعان؟ ومين الأقرع اللي دماغه بتلمع أكتر من السيف ده كمان؟ وبتيجي بنت من وسطهم وبتعمل تعويذة تولع بيها في أم الوحش، وبتقول لهم إنها بتحب الوحوش مشوية، وبيكونوا واقفين بيقسموا نصيبهم من الوحش ومين هياكل إيه. أما تاتشي مش فاهم أي حاجة، وكل اللي في دماغه إن إزاي ألعاب الار بي جي طلعت عوالم موجودة بجد، وخد قرار إنه لازم هو ورين يلاقوا طريقة ينجوا بيها من العالم ده. وبالليل وهم قاعدين بيسألوهم هم مين، وبيكونوا مستغربين لبسهم وكل حاجة فيهم. وبيقول لهم الأقرع إن المكان ده خطر تمشوا فيه لوحدكم لأن الوحوش زادت. يرد واحد تاني وبيقولوا لكن إحنا كمغامرين بنحب كده عشان ناكل عيش. وفي وسط كلام بيذكروا اسم بلد حواليهم، وتاتشي بيقول له أنا طمعان في كرمك يا عم الأقرع تودينا هناك. بيقول له بس كده عينيا الاتنين، لكن الأول صالح صاحبتك عشان شكلها مش طايقة أمك. ولما بيروح يصالحها بتعمل زي أي بنت في العالم، وبيفضل يقول لها مالك وهي تقول له مفيش. لكن فجأة بتقول له إياك تفتكر تموت لوحدك وتسيبني، وهو بيقول لها يا ستي عدت على خير، وبيفضل يضحك. لكن اتعصبت وقالت له يا عديم الدم أنا بخاف عليك، وبتعيط وبتقول له إياك تسيبني لوحدي. وبيتأسف لها وبيوعدها إنه مش هيسيبها لوحدها تاني أبدا. وكان ضوء القمر شاهد على الوعد ده. تاني يوم المغامرين بيوصلوهم من مدينة بالفعل، واللي كان اسمها أسباير، وهي زي العاصمة اللي فيها كل حاجة، والأهم إن كان فيها نقابة المغامرين، واللي كان تاتشي ورين عايزين يدخلوها عشان يجيبوا فلوس منها. وقبل ما يمشوا اداهم الأقرع حاجة تحميهم في الطريق، وفعلا بيروحوا عشان يسجلوا نفسهم في النقابة. ولما بيدخلوا بتستقبلهم الموظفة وبتقول لهم شكلكم عايزين تسجلوا كمغامرين مع بعض، وبتسألهم انتوا بقى من عرق الإنسان ولا ايه بالظبط، وبتديهم عقد تسجيل. وبيستغربوا انهم عارفين يقروا لغتهم عادي، وبتجيب لهم بلورة اللي هيقيسوا بيها مستوى سحرهم. والعيال مش فاهمة اي حاجة ومخضوضين. واول ما ريم بتحط ايديها على البلورة الموظفة بتتخض وبتلاحظ حاجة غريبة. اما تاتشي لما بيجرب فدمر البلورة في ساعتها وسابتهم وطلعت تجري على مدير النقابة. وفعلا بيخرج لهم من جوه وبيقول لهم انا جيرارد زعيم النقابة، وانهم مش هينفع يسجلوا دلوقتي في النقابة. وبيقول لهم ان ميورا هتاخدكم معاها في مكان الاول. وبتكون العيال قلقانة ومتوترة على الاخر، وبتاخدهم وبتروح بيهم بيت غريب. وبتخرج ليهم واحدة من جوه وبتقول لها ميورا ايه اللي انت لابساه ده الله يخرب بيتك، وبيقعدوا يشرحوا لها اللي حصل. وبتجيب لهم جهازين تقيس بيهم السحر بتاعهم. وفجأة بيظهر لهم كتابة غريبة على الأجهزة دي، وبيكون تاتشي وريم مش فاهمين أي حاجة. وبتقول لهم من النهاردة
أنا اسمي المعلمة ليميا وانتوا التلاميذ الجداد بتوعي، وبرغم إن الدنيا ماشية بسيطة والمدينة جميلة لكن في جزء غامض محدش يعرف عنه حاجة، وشكل الناس دي بتدور على تاتشي ورين. وبنرجع تاني لتاتشي اللي مذهول ومش فاهم أي حاجة، وبيقول لها يعني إيه ساعتي السحرية 120,000؟ بتقول له ده كمان قوتك السحرية 40,000. وبتقول لها أنت كمان يا رين ساعتك السحرية وقوتك جبارين. وبتقول لهم ميورا إن الأرقام دي حتى أنا وليما مش بنملكها. وبتقول لهم ليما عشان كده أنا هعلمكم إزاي تستخدموا القوة بتاعتكم دي. وبيكون تاتشي فرحان جدا وبيقول لها لو اتدربت كويس ايه اللي هيحصل؟ بتقوله ان قوتك ممكن تخليك تحارب دولة كاملة لوحدك. وتاني يوم بيقعدوا يفطروا، وبعد الاكل بيجي وقت شرح معنى السحر، وبتبدأ ليميا كلامها بالارض والماء والريح والنار، وبتقول لهم ان كل واحدة من دول بتعتمد على الروح اللي بتلقي التعويذة بيها، وان كل واحد في العادي بيقدر يستخدم قوة واحدة من دول. وبتقول لهم ميورا انها بتقدر تستخدم قوة النار والارض، وليميا بتقول لهم انا بقدر استخدم 3 لكن رين تقدر تستخدم ال4. في الوقت ده اتحمس تاتشي عشان يعرف هو ايه، لكن قالت له انت مش ساحر، وان اكتشفنا انك مشعوذ. وما بيكونوش فاهمين، لكن بيتشرح لهم ان الساحر بياخد القوة من الارواح، اما المشعوذ بيتحكم في الارواح نفسها. والعيال بدأت تتخض وتحس ان الموضوع كبر منهم زيادة عن اللزوم. هو بيقول لها تاتشي طب انا كده برضو معرفتش انا هقدر اعمل ايه. قالت له ولا حد يعرف لحد ما يجي الوقت المناسب وهتعرف لوحدك. وبيبدأوا تمرين فعلا، لكن تاتشي مش حمل البهدلة دي، لكن هي مش رحماه. وبتكون ميورا مع رين بتمرنها هي كمان، وكانت المفاجأة ان رين قدرت تعمل تعويذة النار بسهولة. وبتكون ميورا معجبة بقوتها وبتقول لها انا فرحانة اني معلمتك، وبتبقى مبسوطة بيها جدا. وقبل ما بيكملوا تمرين جات لرين فكرة وحاولت تغير صورة النار وقدرت تعمل كده فعلا. وفي اللحظة دي ميورا كانت متفاجئة بشكل مش طبيعي. وبعد ما خلصت راحت لتاتشي واللي كان خلاص جاب آخره، وفضلت تشجع فيه، وقام عشان يحاول تاني فعلا، وبدأ يكلمه صوت جواه ويحاول ينفذ اللي بيقوله. وفجأة ايده خرج منها ضوء أبيض قوي جدا، ولما سأل رين عن الصوت فهم إن محدش غيره بيسمعه، ودخل يجري عشان ياكل، وقعد كأنه ما شافش أكل من شهر. ورين مكسوفة من اللي هو بيعمله، وبتقول لها ليميا خليه ياكل ده طلع عينه معايا النهارده. وبتقول لتاتشي انك بكره هتتعب اكتر كمان، واننا هنستهلك من طاقه سحرك عشان نعزز بيها وظائف جسمك. وبيكون متفاجئ ان في حاجه اسمها كده اساسا، وبتجيب له طبق اكل قد جسمه كله، وبتقول له كل عشان من بكره مفيش رحمه. وبالليل بتكون ليميا قاعده وبتخرج لها ميورا وبتقول لها انا مش فاهمه ازاي العيال دي قوتهم كده، لكن ليميا شكلها عارفه حاجه ومخبيه عن ميورا. وبتقول لها ان اهم حاجه اننا نخلص تمرينهم قبل 3 اسابيع، لان وجودهم معانا هيجيب الخطر لحد عندنا. وبعد فتره كان تاتشي بدأ يتحكم في قوته اخيرا، وكان قادر انه يجيب وحش ضخم على الارض في ثواني. اما رين فاتقنت القوه ال4 وقادره تتعامل بيهم بكفاءه عاليه. وبيكونوا ميورا وليميا بيراقبوهم من بعيد ومعجبين جدا بالقوة اللي بيمتلكوها. وبتكون ميورا حاسة ان هي اللي بتتعلم من رين، لكن فجأة بيظهر لهم نفس الوحش اللي واجههم اول مرة لما وصلوا العالم ده، ولكن المرة دي الوضع مختلف والوحش كان مصيره محتوم. ولما جه وقت الاكل ليميا طفحتهم اللقمة وقالت لهم ان دي اخر مرة هناكل فيها سوا، وان من بكرة هترجعوا ازابير، وانها عرفت انهم من عالم مختلف عن عالمهم عشان كده جابتهم يتمرنوا بعيد عن الناس. وقالت لهم ان في مشعوذ استدعاهم للعالم ده ولازم يعرفوا هو مين ويتكلموا معاه. وقالت لهم ياخدوا بالهم لانه ادام استدعاهم يبقى اكيد قوي جدا. لكن تاتشي متحمس انه يلاقيه عشان يرجعهم لعالمهم تاني. ولما بيروحوا عشان يناموا تاتشي بيشكر رين وبيقول لها اني لو كنت جيت العالم ده لوحدي كان زماني ميت اكيد. وبيبدا يخطط انهم لازم ينزلوا يكسبوا شويه فلوس ادام بقوا مغامرين، وبيتعاهدوا انهم يفضلوا مع بعض لحد ما يرجعوا عالمهم. ولما بيناموا بيبدا تاتشي يحلم نفس الحلم اللي بيجيله، والصوت اللي بيكلمه بيفضل يكلمه لحد ما يفوق. وبتبتدي رحله جديده في مدينه ازابير، وفعلا سجلوا نفسهم في النقابه وبداوا يعملوا مهام المبتدئين كلها. وبتعدي الايام وبتكون رين بتذاكر تاريخ العالم اللي هم فيه، وبيجي لها تاتشي وبيقول لها انت حتى في العالم ده هتفضلي دحيحه. بتقول له تعالى بس يمكن تتعلم اي حاجه تنفعك. وفي نص كلامهم قطعتهم البنت اللي شغاله في المكان وقالت لهم ان جالكم استدعاء من نقابه المغامرين. ولما راحوا كانوا خايفين ومش فاهمين حاجه لحد ما خدوا ورق فيه كل التفاصيل، وان مطلوب منهم انهم يراقبوا حانه معينه ويجمعوا منها معلومات عن سرقه حصلت ويعرفوا مين اللي بيسرق وبتروح لمين في الاخر، وان في ناس جربت قبل كده وفشلوا مرتين لكن هو واثق انهم هيقدروا يعملوها. ولما نزلوا السوق فضلوا يفكروا هيعملوا كده ازاي، وخاصة ان السرقة دي بدأت تأثر على أسعار كل السلع وكل حاجة بقت غالية الضعف وقليلة، ومش عارفين ازاي هيقدروا يراقبوا الحانة دي. لكن مفيش أي حل تاني قدامهم، وفعلا خدوا القرار
وبالليل كانوا عند الحانة دي، ولما دخلوا كان شكلهم عيال صغيرة والناس كانت عمالة تتريق عليهم ومشرح منهم، لكن تاتشي مش عبيط وفضل محافظ على ثقته في نفسه. وبدأوا انهم يجمعوا اللي محتاجينه، وقالوا للراجل اننا سمعنا انك بتبيع منتجات السوق للي يدفع اكتر، واحنا جايبين معانا السعر المناسب. وفجأة كانت الحانة كلها وراهم، والعنف كان الحل الوحيد للمشكلة دي. والعيال من تاني قلم قالوا كل حاجة، وان في شخص مجهول طلب منهم يسرقوا الحاجات دي، وان محدش يعرف حتى اسمه، لكن دي كانت معلومات مش كفاية. لكن لما خرجوا من الحانة لاحظوا ان اللي عايزينه موجود وبيراقبهم كمان، وشكل الليلة دي مش هتعدي على خير. ولما هجموا عليهم بدأ تاتشي يتصدى ليهم، وكان خايف يأذيهم لأنهم بشر ومش وحوش، لكن قوته أكبر بكتير منهم. ولما قدروا إنهم يقبضوا على واحد منهم، الاتنين الباقيين هربوا في ثواني. لكن تاتشي ورين بدأوا يقلقوا لأن شكل الناس دي عايزين يقتلوهم مش يخوفوهم بس. وفعلا خدوا القاتلة المأجورة للنقابة، ولما فاقت قال لها زعيم النقابة إن محدش هيعرف لك مكان وهتفضلي هنا لحد ما نعرف كل حاجة. وتاني يوم ميورا كانت مستنية تاتشي ورين، وكانت فرحانة بيهم ان هم اترقوا، وقعدت تتكلم معاهم في اللي حصل، وقالت لهم ان الوضع بقى مقلق وان كل حاجة مريبة والاسعار لسه بتزيد بشكل مش طبيعي. لكن قالت لهم انا عندي حل، وعرضت عليهم انهم ينضموا ليها ويكونوا حزب، واللي مطلوب انهم يروحوا يحموا حقول الزراعة ويأمنوا المحصول لحد ما يوصل. وفي ثواني بيوافقوا وبدأوا رحلتهم. ولما وصلوا اتعرفوا على اصحاب الحقول، لكن تاتشي حس بحاجة غريبة لما سلم على واحد منهم. ولما راحوا ياخدوا جولة في الحقول دي بدأ يحصل إشارة غريبة في سلاح رين، وعرفوا إن الوحوش بتقرب. وفجأة دخل عليهم مجموعة وحوش ضخمة بشكل مرعب، لكن في ثواني بدأ الهجوم. سيف ميورا بيقطع الوحوش أشلاء، أما تاتشي قال لها الكبير ده بتاعي أنا، وعزز قوته وقال له تعالى لي يا حبيبي، أنت أمك داعية عليك. وبضربة واحدة كان الوحش على الأرض. وفي آخر اليوم ميورا قعدت مع تاتشي ورين وفضلوا يفكروا لحد ما قرروا إنهم يعملوا فخ للأعداء. وفي نفس الوقت ده الغموض بتاع المدينة مش بينتهي، وفي شخص بيجمع دم الوحوش اللي بيقتلها وبيستمد منها قوته، وشكله ناوي للمغامرين على نية سوداء. وتاني يوم بنروح للقاتلة المحتجزة في النقابة، واللي كانت مستغربة ليه تاتشي ما قتلهاش. وفي نفس الوقت ده كان المغامرين بيراقبوا الحقل ولقوا آثار وجود حد هناك. وفجأة رين لقت إشارة إن في حد جاي، وعرفت إن عددهم تقريبا 3، لكن المرة دي بشر. ولما راحوا لقوهم 3 لصوص من البشر، وشكل معهمش حد يحميهم. وفعلا قدروا إنهم يقبضوا عليهم في ثواني. ولما ربطوهم فضلوا يتكلموا عن السحر اللي بيحميهم، وإنها واحدة بتختفي وبتظهر، وشكلهم بيتكلموا على الساحرة اللي شفناها في الحقل من شوية. ولما خدوا العيال تاتشي سلم على واحد من أصحاب الحقل، ولكنه استغرب إيده تاني وقال له إن دي استحالة تكون إيد مزارع. وبيورا شكلها هي كمان شاكة فيه ومحدش مستريح له على الآخر. وفي اللحظة دي كل حاجة اتكشفت، وقال لهم قدرتوا تقفشوني بسرعة، وكل ده كان فخ عشان اجيبكم لحد عندي هنا. وفجأة ظهرت جرامي الساحرة اللي كانت بتسحب دم الوحوش، وشكل الموضوع كبير ومش مجرد سرقة محاصيله بس. وبدأت ميورا إنها تهجم على جرامي وبتحاول إنها تخلص عليها، لكن ميورا بدأت تحس إن البنت دي قوية، وجه الوقت اللي رين تتدخل فيه وبدأت تستخدم كل الخواص بتاعتها، وكمان قدرت إنها تدمج خاصيتين مع بعض. وفي الوقت ده تاتشي كان في ورطة تقريبا، والواد أبو إيد ناعمة ده طلع عنده قوة جبارة وبيقدر يستدعي وحوش من أي مكان بقوة خرافية. ولما بدأ إنه يهجم على الوحش طلع وحش روحاني مش بيتأثر بالهجمات الجسدية، والواد عمال يستفز تاتشي ويقول له إن نهايتك هتكون على إيدي. أما رين وميورا بيعانوا مع جرامي ونازلين دب فيها، لكن البت قوتها مش طبيعية، وتاتشي مش قادر انه يصيب الوحش اي اصابة جسدية مهما عمل. والواد عمال يستفز فيه ويقول له انه اضعف مما هو فاكر، واستخدم القوة اللي كانت جرامي بتسحبها وحول الوحش الجبار ده لوحش أكبر أقوى ولا يقهر. وبهجمة واحدة الوحش جاب تاتشي على الأرض وبدأ ينفذ، وشكل الوحش أقوى فعلا من تاتشي. والواد بيفضل يستفزه وبيقول له أنا مش هقتلك لأني محتاج قوتك، وإني هاخد رين وميورا رهاين لحد ما تنفذ اللي أنا عايزه. وشكل رين وميورا مش قادرين يعملوا حاجة لجرامي، ولكن مفيش مانع من جولة تانية أقوى من اللي قبلها. وبدأت ميورا بالهجوم، وكانت رين وراها بقوة جبارة، وختام الهجمة كان على إيد ميورا. وفي ثواني رين كانت نازلة بسيف الرعد على جرامي، ولكن البنت ما بتحسش ولسه واقفة ولا فارق معاها أي حاجة. وكانت رين مصممة تخلص عليها، وبقوتها الجبارة قدرت إنها تعمل دوامة انفجارات حوالين جرامي، لكن البنت زي الحيطة مش بتتحرك لحد ما كانت هجمة ميورا آخر حاجة تشوفها جرامي. ولما فاقت قالت لهم إنكوا فزتوا النهاردة بس، وإن أول ما جرحي يلم هرجع أقوى من الأول، وعمالة تقول كلام غريب.
وتعمل حاجات غريبة، و100% البنت دي مجنونة يا جدعان. أما تاتشي كان الوحش ماسح بوشه الأرض وكان الأمر محتوم، وعشان تاتشي يعيش رين وميورا اتخذوا رهاين، لكن تاتشي وعد رين إنه يحميها وهيعمل أي حاجة عشان يوفي بالوعد ده. وكان الحل الوحيد في روح ياريال. روح الرياح ظهرت، قوة جبارة موجودة في كل مكان، محدش فاهم ايه اللي بيحصل، وهجمة قوية من الوحش قام بعدها تاتشي وكأنه ما اتلمسش، والغضب اتملك منه، وكل كلمة اتقالت على رين وميورا هيدفعوا كلهم تمنها. وبهجمة واحدة قدروا انه يقضي على الوحش الجبار، والانتقام جوه تاتشي احتل كل حواسه. وقبل ما يفقد القوة وجه هجمة للساحر، ولما هربوا كانت جرامي مصابة والواد فقد دراعه، ومحدش فيهم مصدق ان دي قوة بني ادم طبيعي. ولما تاتشي فاق لقى نفسه في بيت ليميا وما كانش فاهم اي حاجة، وشكله كان جعان حبتين. لما ليميا قعدت معاه قالت له انك فقدت الوعي لمدة اسبوع، وان ده بسبب انك استخدمت طاقتك السحرية كلها، وعشان كده لازم تاخد وقتها عشان تتجدد تاني. وسألته على اللي حصل في الحقول بالظبط، ولما حكى لها فهمت اللي حصل، وان السحر ده اسمه العهد القرمزي، هو سحر ممنوع لانه سحر وحشي. وقال لها ان في صوت قال له انه روح يا ريال. ولما عرفت ده كانت هتتجنن ومش مصدقه، والواد يا عيني مخضوض ومش فاهم اي حاجه. بنروح مع الواد الساحر وبنعرف ان اسمه كاشيم، وبيكون قدام حد وتقريبا كده الملك بتاعه. وكان الملك ده مستغرب من اللي سمعه عن تاتشي، وقال لكاشيم ان في مهمه بسيطه ليك. وقام ومسك ايد جرامي وقال لها اسمحي لي اعمل تعديل بسيط، وقال لها انك لازم تفضلي مساعده لكاشيم. ودخل عليهم بنتين صغيرين وكانوا بيتكلموا عن احتفال معين. وفي نفس الوقت ده تاتشي كان مصدوم وعرف انه مستدعى، وانه من اقوى انواع السحر اللي في الكون، وطالما بيقدر يسمع ويشوف الروح فده لوحده بيخليه اقوى الكائنات على الارض، وان الروح هي اللي بتنفذ التعويذات السحريه بداله بكامل قوتها. وخد الكلام ومشي مصدوم ورجع مكان الاقامه بتاعته، وكان مش لاقي ميورا ورين، ونزل عشان يدور عليهم ولقى اتنين بيعاكسوا واحده وبيضايقوا فيها، وراح عمل معاهم الصحه وزياده. لكن لاحظ ان البنت دي عندها مميزات غريبه وركز معاها. مش قصدي مميزات من اللي في دماغك، افهمني، انا اقصد انها قدرت تفلت نفسها قبل ما هو يلحقها اساسا. وقالت له كنت متأكدة انك هتلاحظ. وقالت له انه البنت اللي بضربة واحدة منه فقدت وعيها. وقالت له انا اسمي اناستاسيا، وان كان ده الخيار الوحيد قدامي بعد ما فشلت في مهمتي. وانضمت للنقابة وبقت بتعمل تحريات عن موضوع السرقة ده. وراحت هي وتاتشي واقتحموا المكان بتاع الملك بتاع كاشيم، وبدأوا يدوروا على دليل لحد ما تاتشي شاف ورقة صدمته. بنروح لرين وميورا وكانوا نازلين سوا وعمالين يشتكوا من زيادة الأسعار. ومش هما بس، الناس كلها ما بقتش قادرة تستحمل. وفجأة بيهجم عليهم حد بكل قوته وبيأمروا الناس انها تهرب، وشكل الليلة دي هتكون غير اي ليلة. وفي ثواني الاجواء بتولع والهجمات نازلة زي المطر لحد ما ظهر 3 كمان، وكده بقت 4 ضد 2. لكن للأسف خامسهم كان جرامي، وظهرت من العدم وخدت ميورا وهربت. وقبل ما رين تلحقها بدأ يهجم عليها باقي القتلة وما قدرتش انها تلحقها. ونروح لتاتشي اللي الورقة اللي معاه وصلتهم لمخبأ تحت الأرض، وبيكونوا شاكين ان ده مخبأ كل الوحوش المسحورة. وفي طريقهم بيلاقوا بوابة، وقبل ما بيدخلوا وقف تاتشي وقال لها انه ما كانش عايز النقابة تدخلها في كل ده. وفي نفس الوقت كانت رين بتدور على جرامي لحد ما لقيتها، وقالت لها ان صاحبتك في المبنى ده، واني مش بحب استخدم خدعة الاختفاء في القتال لكني مجبرة. وقالت لها تطلع تلحق صاحبتها قبل ما تتسحر بالعهد القرمزي. وفعلا بتطلع المبنى وبتدخل على ميورا، وبيكون حواليها مجموعة كبيرة من الحراس، وبدأت فعلا طقوس العهد القرمزي. لكن رين الغضب ملاها ومفيش حد يقدر يقف في وشها، وبسحر الأرض قدرت انها تكسر السحر القرمزي ولحقت ميورا. لكن فجأة دخل عليهم كاشيم والملك بتاعه وقال لها انت حقيقي موهوبة وانك تخطيتي كل توقعاتي. ولما استعدت للقتال قال لها انا مش جاي عشان اقاتلكوا، انا جاي ابلغكوا ان في جيش من الاف الوحوش هيهاجم المدينه، وان كل حاجه هتتدمر ومفيش اي حاجه ممكن توقف اللي انا خططت له. وبنروح لكاشيم وبيقول للقائد بتاعه انت ألعن من الشيطان. قال له مش ده المهم، وقول لي بقى في كام وحش جاهز دلوقتي؟ وقال له في حوالي 500 وحش تحت الارض و200 فوق الارض. وقال له حلوين دول يا دوب يقدروا يخلصوا على تاتشي، وان بنسبه 90% البلد دي كلها هتتدمر. ووقف وقال له إن جه الوقت عشان الوحوش تشغل الحصن الشمالي، وبكرة الصبح هيكون آخر نهار يطلع على المدينة دي. وبنروح لتاتشي قبل ما الوحش يخلص على أنا بثواني، وكان هو الحاجز بين أنا وقبضة الوحش الجبارة. وبيقول لها طول ما أنا موجود محدش يقدر يلمسك. وفعلا عزز قوته وبدأ إنه يوجه للوحش هجمات عنيفة، وهجمة في التانية
الوحش كان حتت على الأرض، ولكن كان فاكر إن الموضوع بسيط لحد ما اتفتحت بوابة، ودي هتكون بوابة الجحيم على المدينة. والوقت ده كانت ميورا ورين عند زعيم النقابة وبيحكوا له كل حاجة حصلت، وهو مش فاهم ليه عايز يعمل كده، لكن شكل الراجل ده ناوي على نية سودة للمدينة. وأصدر زعيم النقابة أمر بجمع كل مغامرين المدينة، وبدأ يحس بخوف، وشكل العدو بتاعهم ده غير أي خطر هدد المدينة قبل كده. لكن ميورا ورين قالوا له ما تقلقش، وإننا هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نحمي المدينة. وفي الوقت ده دخلت عليهم ليميا، وهي كمان عايزة تنضم للجيش اللي هيحمي المدينة، وقالت إنها كانت متأكدة إن في حاجة غريبة، لكن ما توقعتش إن الوضع هيوصل للمرحلة دي. أما تاتشي مش فاهم أي حاجة ومستغرب وجود الطفلتين دول في مكان زي ده، وبيقولوا له إننا مش أطفال وإن إحنا التوأم ميلو، وبيقولوا إن هما اللي صنعوا كل اللي قدامهم ده. وبكل فخر بيقولوا لهم ان احنا عايزين نصحي الوحوش دي كلها عشان تخلص على المدينة، وبيكون معاهم بلورة من خلالها بيقدروا يدوا اوامر للوحوش، وفعلا بيفعلوا قوة البلورة والوحوش بتبدأ تصحى من كل مكان، وبتكون كل الوحوش مسحورة بالعهد القرمزي. وبيقول لأنا ارجعي عند الباب وملكيش دعوة بحاجة، وبضربة واحدة بيقطع الوحوش كلها الأشلاء، وكل وحش بيخرج يخلص عليه، ومهما يقتل فيهم مش بيخلصوا، وعددهم مش طبيعي. وفجأة وقعت البلورة من الطفلتين دول واتكسرت، والوحوش بقت تتصرف بمزاجها. وقبل ما يخلصوا على الطفلتين تاتشي كان مخلص على الوحوش ولاحقهم، وقبل ما يبدأ يهزق فيهم الوحوش ما اديتوش فرصة، وبينزل عليه من كل مكان. وقالوا له ان في من الغرف دي كتير قوي تحت المدينة كلها، وقبل ما الوحوش تخلص على انا كان تاتشي لحقها. ومفيش حل دلوقتي قدام تاتشي غير انه يعزز قوته اكتر ويدمر الوحوش. بنروح مع بعض اجتماع نقابة المغامرين، وكان وضعهم صعب وعدد الوحوش مش طبيعي، وهم عددهم يدوب ما يقدرش يعمل حاجة، وكان حلهم الوحيد هو الاعتماد على ليميا، وانها تستهلك جزء من سحرها في انها تقضي على عدد كبير بتعويذة واحدة. لكن رين كان ليها رأي تاني، وقالت لهم انها عايزة تاخد فرصتها وتجرب حاجة معينة، وفعلا وافقوا. والمدينة كلها دلوقتي بقت أملها الوحيد رين، وده عن طريق ارتجال رين لتعويذة جديدة، وإنها هتدمج سحر النار والأرض والماء عشان تعمل انفجار كبير، وبعلمها هتعمل القنبلة دي من بخار المية. ومع إن ميورا وليميا مش مقتنعين ومش فاهمين أي حاجة، لكن كانت هي طوق النجاة الوحيد ليهم. وجه الوقت اللي الوحوش كانت وصلت فيه بالفعل، عدد مش طبيعي من الوحوش، والمدينة على حافة الانهيار، والأمل الوحيد للمدينة كلها هي رين. والوحوش بتقرب والكل مستني اللحظة الحاسمة، يا كلهم هيموتوا يا إلا هيكون انتصار التاريخ يفتكره. وفعلا تستحضر قوتها وبتطلق التعويذة وبتخرج طاقة جبارة، ومحدش مصدق اللي بيشوفه. ورين قدرت تخلص على مقدمة الجيش كاملة بهجمة واحدة بس، وبعد ما خلصت عليهم كانت استهلكت كتير من قوتها. لكن مفيش وقت، ليميا قالت إن ده وقت إننا نبدأ الهجوم المضاد، وبإشارة من زعيم النقابة كانت كل المغامرين في صراع جبار مع الوحوش، ومفيش مفر لأي وحش إنه يطلع سليم. وفعلا قدروا إنهم يقضوا عليهم، لكن شكل الراجل الشراني ده مش ناوي يجيبها البر، وبيقول لكاشيم إن لسه المتعة هتبدأ واللي جاي هيكون دمار للمدينة كلها. وبيكون ميورا ورين فاكرين إن الأمر هيعدي بسهولة، لحد ما جه خبر لزعيم النقابة إن في أضعاف الوحوش دي، وإن كلها مسحورة بالعهد القرمزي، وكان هيفقد الأمل لحد ما دخل عليهم تاتشي. أما المغامرين واقفين والوضع صعب عليهم، وحوش ضخمة وقوتها جبارة قدامهم، لكن ليميا مش بتخاف وبدأت بهجوم جبار على الوحوش كلها، لكن عددهم كبير ومش بيخلص. وطلبت من رين وميورا إنهم يشتتوا الوحوش 30 ثانية، وفعلا بدأوا إنهم يهجموا على الوحوش عشان يكسبوا وقت الليميا. وتاتشي حاول انه يفهم زعيم النقابة اللي حصل، لكن مفيش وقت ولازم يتحرك عشان يلحق الموقف. وانا شكلها بدأت تحبه وخايفة عليه، لكن تاتشي قال لها ما تقلقيش، اوعدك اني هرجع. وفي الوقت ده ليميا بقوتها الجبارة خلصت على وحوش كتير، لكن لسه باقي الوحوش ألعن بكتير، وحجمها وقوتها مش طبيعية. لكن ليميا وتلاميذها ما يعرفوش معنى الاستسلام، هجمات جبارة وقوة سحرية ملهاش حدود، لكن الوحوش مش بتتأثر. رين قوتها السحرية بتقل ومش قادرة تقاوم، والوحش قدامه فريسة جاهزة من غير أي مجهود. ميورا وليميا مش في إيديهم أي حاجة، الأمل الوحيد لنجاتها هو تاتشي، حماها كتير والعهد بينهم على إنهم يحموا بعض طول العمر. النهاية بتقرب، لكن قبل النهاية بثواني تاتشي بيوفي بوعده. الناس كلها قلقانة والإصابات عددها ما بيخلصش، والمغامرين كلها بتحاول تحمي المدينة لآخر نفس. أما تاتشي فعزز قوته وبدأ إنه يهجم على الوحوش، وبقوة جبارة بيهاجم الوحش وبيخلص عليه وبيجيلهم، وبيكون محدش فيهم قادر يقاتل تاني. وبيسألوه عن الطفلتين وبيقول لهم دول سحرة أرض ومساعدين ليا، وطلب منهم إنهم يحموا التوأم ميلو، وهو هيروح
بيشوف الوحوش دي اخرتهم ايه. اما كاشيم والملك بتاعه بيتفرجوا ومستمتعين بالعرض على الاخر، خاصة الملك اللي معجب جدا بقوة تاتشي. بنروح لزعيم النقابة واللي كل الاخبار اللي بتجيله ما فيهاش اي تفاؤل، وان تاتشي لوحده قدام 3 وحوش جبارة من الغيلان، وبتقول لنفسها إن هو الوحيد اللي عاملها كشخص عادي، وإنه ما شافهاش مجرد أداة قتل بيتحكم فيها، وجالها شوية ناس شكروها على إنها حامتهم. وفي نفس الوقت ده خدت قرار إنها زي ما لطخت إيديها بدم قتل الأبرياء لازم تعمل حاجة تدافع بيها عنهم. ولكن فجأة دخل حد قال لها حاجة غريبة، وفي الوقت نفسه كانت فقدت الوعي. لكن بنروح لأرض المعركة واللي كان كل اللي فيها بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه، والوحوش بتهجم من كل مكان، لكن كل المغامرين بيكملوا بعض عشان يحموا ظهر تاتشي، واللي كان في الوقت ده بقوة جبارة بيهاجم الوحوش، وفعلا بيقدر انه يخلص على اللي بيقف قدامه فيهم لحد ما بتحصل كارثة. الأرض بتتشق وبيخرج منها حوافر غريبة، والكل مذهول ومش مصدق اللي بيحصل. عصر التنانين رجع، واللي جاي هيكون سواد على المدينة كلها. الوضع غريب ومحدش قادر انه يفهم اللي بيحصل ولا يتحرك من مكانه حتى. وده كان الاختبار الحقيقي اللي كاشيم والملك بتاعه محضرينه لتاتشي. ميورا بتروح لتاتشي وبتقوله انه اكيد في سبب خرج التنين ده، وكلهم شايفين ان تاتشي لازم ينسحب وما يقاتلش التنين. لكن تاتشي بيرفض وبيقول لهم يرجعوا كلهم المدينة وهو هيقاتل التنين. لكن رين قالت له ان بينا وعد واننا هنرجع عالمنا سوا، لكن بيقول لها خليكي وما تتدخليش. وفعلا بيبدأ انه يجري على التنين، وبيكون امله الوحيد على اريال وبيحاول يستدعيها، لكن مفيش اي فايدة ومفيش قدامه حل، اما القتال اما الموت. بيعزز قوته وبيهجم على التنين لكن بدون اي فايدة. تاتشي مصاب وبيحاول انه يقاوم، لكن فجأة بيلاقي أنا قدامه ومش فاكرة إيه اللي جابها هنا ولا إيه اللي بيحصل، وبيوجه التنين هجمة قوية، لكن أنا بتبعد تاتشي عشان تنقذه وبتتصاب إصابة قوية، والوضع بقى صعب. أنا بتقاوم الموت ومش قادرة تتحمل الإصابة. بيعدي قدام عينيها كل لحظة تاتشي حسسها فيها إنها إنسان كويس. شكرا يا تاتشي، شكرا على كل لحظة حسستني فيها إني بني آدم كويس، شكرا إنك حمتني بدل المرة 1000. تاتشي منهار وبيقول أنا إزاي ما قدرتش أحميها، وهي بتقوله مع إني عارفة إنك مش بتبادلني المشاعر، لكن لو نجيت أرجوك تكون صديقي. تاتشي بيقول لنفسه أنا إزاي عملت كده، إزاي بعد ما وعدتها إني هحميها خلفت بكل الوعود بسبب غروري. تاتشي الغضب اتملك منه، بيصرخ وبيطلب من أريال إنها تظهر وتديله قوتها. وفعلا أريال بتظهر وبتكون أول مرة تاتشي يشوف فيها أريال، وبيكون الغضب مسيطر عليه، وبتقول له اعذرني أنا مجرد روح وانت اللي في إيدك تستدعي القوة دي، والنهاردة انت طلبت المسياق الرسمي للقوة دي وطلبت قوتي، وبكده بيكون المسياق الرسمي اتحقق. ولما بتتأسف له بيقول لها ان دي مش غلطتك وان انا اللي اتكبرت واعتبرت ان اكتساب القوة دي غش، لكن دلوقتي انا فقت وعرفت كويس اني مسؤول عن حماية العالم ده وجاهز اني اخد القوة دي واحمي العالم. وبيأمرها تديها قوته، وبيطلب من رين انها تاخد بالها من انا، وبيقرر انه يروح يواجه الوحش، وبيقول لأريال خليكي جاهزة عشان نخلص كل ده بهجمة واحدة بس. وبيروح للتنانين وبيسألهم عن السبب اللي خلاهم يدخلوا الحرب دي، وقالوا له ورينا أقصى قوة عندك وبعدها هنقول لك الحقيقة ونمشي. وبتبدأ التنانين بالهجوم بهجمة مزدوجة على تاتشي، وهو بيقاوم بقوة الرياح الجبارة اللي بيملكها، وقوة تاتشي بتزيد والغضب بيملى عينه، والتنانين ما قدرتش انها تتحمل قوة تاتشي. وجه الوقت للجواب على كل اللي حصل، وقالوا له ان في شخص بعتنا ليك، وان الشخص ده هيفضل حطك في دماغه من النهارده، ونصيحة ليك لو عايز تحمي العالم ده لازم تبقى اقوى. وبعد مدة طويلة من الحرب اللي قامت كانت لسه الاضرار واضحة والدمار اثاره موجودة، لكن مع كل ده الامور عدت بسلام وكل حاجة رجعت تمشي زي ما كانت الاول، والاسواق ازدهرت والاسعار رجعت لطبيعتها. لكن انا ما كانتش موجودة عشان تحضر كل ده. بنروح مع ابطالنا وكانوا مجتمعين، وتاتشي بقى قادر يستدعى اريال في اي وقت، وكلهم معجبين بقدرته الجبارة دي. وبيقطع كلامهم موكب العيلة المالكة، وبيجي لهم بنت اسمها أليسينا وبتكون جت نيابة عن الملك نفسه، وبيكونوا كلهم مستغربين ليه الملك بعت حد ليهم، لكن طلبت منهم انهم يروحوا معاها العاصمة لانهم محتاجينهم، وما كانش قدامهم حل غير انهم يوافقوا. وكلهم قاعدين وقلقانين، اما تاتشي في سابع نومه ولا فارق معاه اي حاجة، لكن صحوه قالوا له بطل نوم يا عم انت. وبيسألوا البنت اللي الملك بعتها، وبيبقوا عايزين يعرفوا كل اللي بيحصل في العاصمة، ولسه دعوهم وبتقول لهم إن في صراعات داخلية، وإن من أكتر من 30 سنة كانت البلاد محكومة من فئتين، فئة بتأيد الملك الحالي وفئة بتأيد أخوه الأصغر، وإن كان دايما بيحصل بين الملك الحالي وأخوه الأصغر
معارضات. واللي حصل بقى ان هم دلوقتي مختلفين، وان الملك الحالي عايز يبعت بعثة من امهر السحرة لخارج الدولة، اما اخوه فشايف ان ما ينفعش نخرج السحرة بتوعنا بمعرفتهم خارج حدود الدولة، وكل ده ممكن يقوم حرب في اي ثانية. وكلهم بقى محتارين جدا ومش مصدقين انهم عايزين يحاربوا في الحرب دي، وفعلا بيوصلوا العاصمة بتاعت المملكة. ولكن هنا كانت المفاجأة كبيرة ليهم، وده لأنها كانت فاضية تماما، وكانت مدينة شبه أي مدينة للأشباح، والناس كلها مستخبية في بيوتها، وكانت المدينة فاقدة للحياة تماما. ولكن ليميا كانت في حاجة قلقاها، وفجأة سألت إليسينا هو الملك قال أي حاجة عن رين وتاتشي؟ بتقول له ده وصاني على دول بالذات. وفجأة بتهجم عليهم برمح، لكن تاتشي بيلحقهم. وبنروح المملكة بتاعت دولتنا، ومع وصول المغامرين كانت الناس كلها بتبص لهم بصات غريبة، وبدأت أليسينا تعرفهم على كل اللي موجودين، واللي كان منهم شارلوت بنت الملك. وفعلا بيوصل الملك وبيعرفهم على نفسه، ولسه بيشكر فيهم على اللي عملوه في أزابير. قامت ليميا داخلة فيه شمال وقالت له بطل هري يا عم وقول لنا عايزنا في ايه. وكل الناس اتصدمت من اللي قالته، وأمر الملك كل اللي موجودين بانهم يسيبوه معاهم. وطلع عارف ليميا معرفة شخصية كمان، وقالت له انا سمعت كل اللي بيحصل وعندي استعداد اساعدك، لكن هحط شروط، واننا لما نخلص المطلوب مننا هنرجع مدينتنا تاني. قال لها مع انك طلباتك كتير بس موافق يا ستي. وقالت له قبل ما نبدا هسالك سؤال وما تحورش عليا، انت اللي استدعيت رين وتاتشي مش كده؟ فضل ساكت شويه وقال لها ايوه انا اللي استدعيتهم. وهنا كان تاتشي جاب اخره وقال له يعني انت قاعد على كرسيك وبوظت حياتي انا ورين عشان نقتل لك شويه ناس مضايقاك؟ وميورا وليميا فضلوا يدوله كلام في جنابه، وقال لهم انا هتحمل مسؤوليه اي حاجه وحشه تحصل لهم. ولما طلعوا الأوضة بتاعتهم كانوا مبسوطين إنهم عرفوا مين اللي استدعاهم. وفجأة خبط الباب وكانت أليسيانا، وقالت لهم إنها جابت معاها حد مصمم إنه يتكلم معاكم. ولما دخلت كانت شارلوت بنت الملك، وكانت مكسوفة منهم فبتتأسف لهم، وقالت لهم إن هي اللي استدعتهم مش الملك. وقعدت معاهم وقالت لهم إنها ساحرة قادرة تنقل الناس بين العوالم، لكن بسبب ضعفها ما قدرتش تنقلهم عندها، وحصل كل اللي حصل ده. وقالت لهم إنها عملت كل اللي تقدر عليه عشان تنقذ دولتهم، وإنها اختارتهم بعناية، وانهم يكون عندهم قابليه لتعلم السحر ويكونوا قادرين يتكلموا بلغتهم. فقال لها تاتشي عشان كده استدعيتينا عشان انا ورين عندنا كل الحاجات دي؟ قالت له لا انت بس. بنرجع للوقت اللي كنا بنتكلم فيه عن غموض المدينه، ووقتها كان كل اللي بيحصل ده هو سحر الاستدعاء بتاع شارلوت. ولما دخلوا عليها قتل المأجورين فقدت تركيزها وحصل كل اللي حصل ده. ولكن كانت الصدمه الكبيره إن سحر الاستدعاء محدود. أيوة ودي الحقيقة، سحر الاستدعاء بيتعمل مرة واحدة بس في العمر. والموضوع كان صدمة كبيرة ليهم، وفضلت تعيط وتتأسف، لكن للأسف ده مش هيغير أي حاجة. لكن وعدتهم إن بعد الحرب دي هتعمل أي حاجة حتى لو هتضحي بحياتها عشان ترجعهم لعالمهم تاني. لكن رد فعل تاتشي ورين كان غير متوقع، وقالوا لها ارفعي راسك وما تزعليش، ويا ريتنا اتقابلنا من بدري عشان ما تفضليش شايله هم السر ده، وان زي ما خسرنا حاجات هناك كسبنا هنا اصدقاء ما يتعوضوش، وبقى عندنا قوه جباره عمرنا ما تخيلنا انها موجوده. وزي ما انت عايزه تحمي البلد انا ورين كمان عايزين نحمي اصدقائنا اللي هنا. وبتشكرهم وما بتبقاش عارفه تقول لهم ايه، لكن ليميا كان عندها اللي تقوله، وطلبت من تاتشي يخرج حالا. وفجاه لقى نفسه في حلبة قتال كبيره، واللي قدامه هتكون سوميلا قائد بتاع الجيش الاعلى. وكان الاختبار ده عشان يثبت قوته فعلا، وبدون انذار بتهجم عليه وبتفضل توجه ليه هجمات متتاليه وهو بيتصدى الهجمات كلها. وكانت ليميا هي اللي اقترحت القتال ده، وده عشان يثبتوا للجنود انهم فعلا اقوياء كفايه. وسوميلا نازله دب في تاتشي ومش عايز يرد الهجمات دي، ومش عايز يستدعي اريال لانه بيقاتل انسان مش وحش، لكنه بدا يعزز قوته. وهجومهم دمر السيوف، لكن السيوف ملهاش لازمه في وجود قوه جسديه، وفضلوا يدبوا في بعض لحد ما تاتشي جابها على الارض، ووراها كمان انه يقدر يقضي عليها بسهوله. ولما قامت قالت له انك قوي فعلا، واسفه اني اختبرتك لكن كان لازم اعمل كده. وكملت الليله الغريبه دي على انها عايزه تتجوز تاتشي، وبتقول له انك فتى احلامي دلوقتي، والولد هيموت من الكسوف ومش عارف يتصرف. بنروح لتاتشي اللي كان قاعد لوحده واستدعى اريال، وقال لها ان المنظر جميل وعايزك تقعدي تتفرجي معايا. وقالت له ما تحورش عليا، انت في حاجه شغله بالك ومضايقاك؟ قال لها انه خايف من قوته الجباره دي، وانه هيحارب بشر قريب، وخايف انه يأذي حد فيهم. وبيقول لها حتى رين مش عايزها تأذي حد وتعيش طول عمرها شايله الذنب ده. ولما رجع الاوضه فضل يدور على رين، ولما دخل كانت بتستحمى وهو اتفزع وكان عايز الارض تتشق وتبلعه. لكن بعيدا عن كل ده
البلد مليانة أسرار وحاجات كتير غامضة، وشكل المفاجآت مش هتخلص، وهنشوف مشاكل كتير. وبيكون تاتشي بيدور على رين وبيلاقيها أخيرا، وبتكون قاعدة بتعتني بالحديقة بتاعة القصر، وبيقول لها تعالي عشان ليميا عايزانا. وبنروح اجتماع لأخو الملك ومساعدينه، وبيكونوا عايزين يتصرفوا بسرعة قبل ما الحرب تبدأ. وكمان سمعوا إن في سحرة أقوياء جم من بلاد أجنبية، لكن كلهم مختلفين مع بعض. منهم اللي عايز يستنى ما يهجموش دلوقتي، ومنهم اللي عايز يحارب النهارده قبل بكره. وفعلا بيديله اخو الملك الاذن بانه يبدا تنفيذ خطه الهجوم. وبنروح للملك بتاعنا، وبتبقى سميله بتقول له تقرير عن اللي حصل، وان الجنوب فعلا نقلوا قواتهم وعددهم حوالي 1000 فارس، لكن بتطمنه وبتقول له انه جيشنا 3000 فارس جاهزين للحرب، و6000 كمان في اخر مراحل الاستعداد، واكتر من 500 ساحر جاهزين للقتال. وبتكون شارلوت قلقانه جدا على تاتشي ورين، وبتجتمع سميله باهم السحره وبتقول لهم الخطه وكل اللي هيحصل. لكن ليميا حاسه ان عدد الجيش القليل بتاعهم ده وراه خطه، وبتقول لها يفضل اننا نزود عددنا احسن عشان نضمن اننا في امان. وتاتشي ورين مش فاهمين اي حاجه، وكل اللي شاغل دماغهم انهم قلقانين يقتلوا بشر زيهم. لكن ليميا قالت لهم الحرب حرب، وقانون الحرب يا تقتل يا تتقتل. وبالليل بتكون رين في اوضتها وقلقانه من كل حاجه، وبيروح لها تاتشي وبيقول لها ان ليميا بتقول لك نامي كويس عشان بكره يوم صعب. لكن بتحس انه بيحور وكان عايز يقول حاجه كمان. وقبل ما يمشي بتطلب منه يبات معاها، وبتقول له ما تقلقش الاوضه كبيره جدا. ولما بيدخل بتقول له ان اليوم ده بيفكرني بايامي قبل مباراه التنس، وكانت برضه بتبقى قلقانه ومش عارفه تنام. وقالت له انها مش عايزه تخسر الحرب، لكن فكره انها تقتل بشر زيها دي كبيره عليها. فقال لها انت مش ملزمه تحاربي، وانك اتحطيتي في كل ده بالغلط وبسبب غلطه من شارلوت. وقالت له ما تحملش نفسك الغلط ده، وان انا اللي اخترت ادخل الدايره السحريه لما انت بعتني، وعشان كده زي ما جينا هنا مع بعض هنكمل مع بعض وهحارب معاك للاخر. وقال لها وانا اوعدك اني احميكي تحت اي ظروف. وشكل تاتشي بدا يحس بمشاعر خايف يقولها، لكن رين عبيطه ومش فاهمه اي حاجه. وفي الوقت ده كانت ليميا وميورا قاعدين مع بعض، وميورا خايفه على رين لانها حست انها متوتره وخايفه. ولكن ليميا بتقول لها ما تقلقيش، وانها عارفه انهم قد المسؤوليه دي. وبتقول لها ان تاتشي بايت مع رين النهارده. وشكل ميورا بدات تغير على تاتشي هي كمان. لكن في وقت ما هم قاعدين يغيروا على بعض، والراجل اللي كان معارض رئيس الجيش بتاع اخو الملك عايز ياخد المجد لنفسه، وبعت قاتل مأجور يخلص على تاتشي ورين. وفعلا دخل، لكن وقع في الفخ اللي عملوه، وفضل مصمم انه يقتل رين. لكن تاتشي قال له الا دي، ونزل فيه ضرب وكله غل. ولما سابه هرب منهم ورمى نفسه من الشباك ومات في ساعتها. وبنرجع تاني، وكانت كل الجنود مستعدة والحرب على الأبواب، ولازم جيش فيهم ينتصر. وكل الناس قلقانة ومش عارفين ايه اللي هيحصل. وبياخد تاتشي تعليمات بانه يتقدم، وبيستدعى اريال. وشكل الحرب دي هتكون دمار، ومن على بعد 3000 متر بقوة عجيبة بيعمل فاصل بينهم وبين الجيش. وكل الناس مش قادرة تصدق اللي حصل، ومستغربين عدد جيش العدو وانهم معهمش أسلحة. لكن شكل الجيش ده معاه سلاح أقوى بكتير، وكلهم معاهم خاتم سحري. وفعلا بيشنوا هجوم بالسحر على جيش المملكة، وبيكون الوضع صعب على الجيش. وبيكتشفوا انهم معاهم احجار سحرية قادرين يعملوا بيها كده. وبتقول لهم ليميا ان الاحجار دي لما بيستخدمها ناس عادية من الصحراء بتستهلك منهم طاقة رهيبة، والاحجار دي هتتسبب في موت كل الجنود دي. والجنود بتقرر انها تتصدى للهجمات لحد ما يموتوا نفسهم. لكن سميلة زي ما هي قائد الجيش كان لسه جواها انسانية، وبتقول لهم ان حرام نسيبهم يموتوا نفسهم. وليميا بتقول لهم انا عندي خطة، لكن عشان انفذ ده محتاجة ريم معايا. وفعلا الجنود بتبدأ تقع واحد ورا التاني، لكن قائدهم مصمم انهم يخلصوا على العدو. اما تاتشي يؤمر اريال انها تعمل حاجز، وكل همهم دلوقتي انهم يحموا نفسهم ويلحقوا الجنود قبل ما يموتوا من قوة السحر. وكل اللي على ريم دلوقتي انها تركز في التعويذة. وفعلا بيبدأوا الخطة بتاعتهم. امطار تعمل طين، وصعقة الكهرباء كانت الخاتمة. قائد الجيش مش فاهم اي حاجة، وبيكون واحد اسمه اينيمكس وصل، وبيقول انها حركة ذكية عملوها وقدروا يوقفوا هجومنا من غير ما يقتلوا اي حد، وان الجيش ده صعب نهزمه ومش هتقدروا تهربوا. وقام مسك فيه وقال له انت اللي اديتنا الاحجار دي يا حقير. لكن فجأة طلع خنجر وخلص عليه. وفعلا بيوصل جنود جيشنا وبينقلوا الجنود كلها جوه المدينة قبل ما يفوقوا. وبيكون كل الناس فرحانة وبتشرب واخر روقان. وتاتشي بيبقى راجع وبيلاقي رين قدام الظهور، وبتقول له انا فرحانة اننا قدرنا ننتصر. وتاني يوم تاتشي بيكون نايم زي القتيل، ورين عمالة تصح فيه. ولما بيفوق بيقول لها انا عايز ارجع. بتهزق فيه وبتقول له انت حيوان ياض، يعني ايه لما تصحى على وشي تقول عايز ارجع؟ بيقول لها والله انا اسف، انا اكلت
كلت ليلة امبارح أكل مفيش بني آدم طبيعي يفكر ياكله حتى. وفجأة بيدخلوا عليهم ميورا وليميا وبتقول له يلا يا وحش عشان كلنا استدعينا من الملك جليمار. ولما بيروحوا بيكون معجب جدا باللي عملوه وبيقول لهم إن شارلوت طلبت منه إنه يديهم مكافأة، وفعلا عمل كده وجاب أسلحة نادرة تخص العائلة الملكية، وقال لهم إن كل واحد فيهم يختار اللي هو عايزه منها. وكلهم بيتبسطوا حتى ليميا وبيبدأوا يختاروا كل واحد فيهم السلاح المناسب ليه. وتاتشي بعد حيرة كبيرة قرر إنه ياخد كاتانا، وشارلوت قالت له إن دي قطعة مميزة جدا وإنها اتصنعت بطريقة خاصة ومحدش عارف حتى المواد اللي اتصنعت بيها. وكان تاتشي حابب السلاح ده جدا ومعجب بيه، لكن الجنان بتاع سوميلا ما بيخلصش وجابتهم حلبة القتال وقالت له أنا مستنياك من بدري، يلا بقى جرب معايا السلاح الجديد وقتلني بقوة عشان أنا نويت أبقى مراتك المستقبلية. الواد يا عيني مخضوض ومش عارف إيه الجنان ده. أما ليميا فرحانة بالخاتم النادر اللي قدرت تاخده. وبيهرب منهم تاتشي وبينزل المدينة، لكن كان حاسس بتوتر لأن كل الناس بتبص عليه وكلهم بيتكلموا عنه. هو ده الواد اللي حمانا امبارح، والأطفال بتكون حباه وبتفضل تلعب معاه. ولما بيكمل جولته في المدينة بيحس ان حد مستخبيله، ولما بيقف يكتشف انه كان كشيم وبيقول له انت ايه اللي حصل لدراعك؟ بيقول له انت لحقت تنسى ولا ايه؟ ده انت اللي مطير لي دراعي يا عم. وساعتها تاتشي بيتخض من اللي عمله، وكشيم بيقول له حتى لو انت نسيت انا كل يوم بفتكر لما ببص في المرايه وعمري ما هنسى اللي انت عملته، وهفضل دايما بحاول ان اقتلك واعذبك. بيقول له تاتشي لو ناوي على قتال فيكون بعيد عن الناس دي لان هم ملهمش ذنب، وانا افضل اننا ما نتقاتلش خالص. قال له انسى يا حبيبي، ده انا حتى لو رفضت القتال هسمم كل ابار المدينه دي كلها. اما ميرو ورين عمالين يجربوا الادوات بتاعتهم الجديده ومبسوطين على الاخر، وقوه الادوات هايله وبيكونوا الجنود كلهم مبهورين، وميورا وليميا واقفين يتفرجوا ومستمتعين على الاخر. لكن كان ورا كل ده سبب تاني، وسوميلا عايزه تقوي عزيمه الجنود لان جالها اخبار انهم هيخرجوا اليوم ده للحرب لان اخو الملك ناوي يرجع ينتقم. ونروح لكشيم اللي واخد تاتشي في مكان غريب ومعاه اداه سحريه ناوي يستخدمها. ولما تاتشي ساله ايه دي، قال له دي اداه هتخلي قوتي وقوتك متساويين، والمره دي الاقوى فينا بجد هو اللي هيكسب. واريال بتكون خايفه عليه جدا، وكشيم عمال يستفز فيه وبيقول له انه طول ما سحرنا متساوي اكيد انا اللي هكسب، وانك شاب محظوظ مش اكتر ومش بتشتغل على نفسك. لكن فعلا تاتشي ما بيترددش ثواني وبيقول له يلا عشان اوريك مين فينا اللي ضعيف. وفعلا كشيم بيفعل التعويذة وقوة تاتشي بتقل بشكل ملحوظ، والقتال ده هيكون غير أي قتال، يا تكسب وتعيش يا إما تخسر وتموت. وفعلا بيبدأ الهجوم بين الاتنين وهجمات سريعة من غير أي رحمة، لكن كل واحد فيهم قادر يتصدى لأي هجوم. أما تاتشي قدر إنه يسيطر عليه، لكن كشيم بيحاول يلحق نفسه ويسيب تاتشي، والاتنين قطعوا بعض بس لازم حد فيهم يخلص على تاني. لكن الاتنين دماغهم أنشف من الحجر، واخر هجوم هو اللي هيحسم مين فيهم اللي فايز. تاتشي مصاب وكشيم مصمم ينتقم، والحل مجهول واي غلطة هتخسر تاتشي حياته. وبيفضل تاتشي يفكر في كل حاجة اتعلمها ويعدي قدام عينه كل المعارك اللي عملها، وبيهجم عليه كشيم بكل قوته، لكن بيقدر تاتشي انه يتصدى للهجمة وبيخلص القتال بنجاح. وبيعترف اخيرا كشيم انه اضعف من تاتشي بكتير. لكن فجأة حصل حاجة غريبة وخرج كائن غريب من الأداة السحرية بتاعت كشيم، والوحش بيبدأ يهجم على تاتشي وحجمه عمال بيزيد. لكن فجأة جرامي بتيجي وبتلحق تاتشي وبيحاولوا يلهوا الوحش عشان يدمروا الأداة، لكن لما دمروها رجعت قوة تاتشي. أما الوحش فضل موجود وحجمه بيتضاعف، واستغل تاتشي قوته وهجم على الوحش هجوم جبار، وفعلا قدروا انه يخليه يختفي. وبعدها راح تاتشي الكشيم عشان يديله دواء، فقالت له جرامي يا عم سيبه في حاله، الواد مغلول منك ومش طايقك اساسا، وده لانه كان فاكر ان الفرق بينكو انك محظوظ بقوتك السحريه، لكن انت اثبتت دلوقتي انك اقوى منه فعلا. وبيكون كشيم متعصب من الحقيقه وبيقول لجرامي بطل رغي وشيليني من هنا عشان نمشي، وقبل ما يمشي بيقول له انك تستحق ده. وفجاه بيرن جرس الحرب وبيجري تاتش عشان يشوف فيه ايه اللي بيحصل. وفي الوقت ده بنكتشف ان الملك بتاع كشيم هو مجرد اداه وبينفذ اوامر حد اعلى منه عشان يدمر المملكه، وهي اللي امرته انه يدي الاداه لكشيم وقالت له ان جه الوقت اننا نخلص كل ده. والمدينه كلها بدات تستعد، كل الناس على اتم استعداد للحرب. اما تاتشي ورين مش فارق معاهم غير حاجه واحده بس، وان هم يحموا بعض ويخرجوا من ده كله من غير ما حد فيهم يخسر التاني، والعهد اللي بينهم عمره ما هينتهي. اما بالنسبه للحرب
اترفع السيف والأمر محتوم، إما الموت إما الانتصار. وبدأ الملك بتاعنا إنه يناشد جنوده وقال لهم إن أخوه تمرد على الدولة وإنه مش هيرحم أي حد يقف في طريقه، وبدل ما يحمي شعبه قرر إنه يرفع سيفه في وشهم ويخلص عليهم. والجنود متحمسة ومتعطشة للقتال في أسرع وقت. أصوات الغضب بتملى المكان وأرض القتال هي اللي هتحسم النتيجة. وبأمر من الملك انتصروا في الحرب عشان مستقبل دولتنا. وفعلا سوميلا بتؤمر جيشها بالتقدم، والهجوم بدأ والهجمات مش بتخلص، وأصوات السيوف بترن في كل أركان المدينة، واللي يقدر يخلص على التاني هو اللي هيفوز. أما ليميا مدخلة الرعب في قلب الجنود من قبل ما تهجم عليهم، وبهجمة واحدة منها توقع عدد مهول من الجنود. وتاتشي مهمته أكبر بكتير وبيقتحم معسكر الجيش بنفسه، وبيكون الملك بتاع كاشيم مع الست اللي ورا كل الخراب ده، وبتقول له أخيرا الحرب بدأت وأنا مستنية أشوف تاتشي هيعمل إيه للآخر. بنرجع لرين وكانت بتتحداها واحدة من جيش العدو وبتقول لها أنت بقى اللي عاملة القلق ده كله، انا جاي لي اوامر اخلص عليكي من اول ما اشوفك. وبتقول لها انا اسمي سوسرا وامتع حاجه بعملها في يومي اني اقتل امثالك. ورين مش اول مره تتعامل مع واحده من النوع ده، وافتكرت في الوقت ده جرامي وقالت انا اسمي رين وانا ساحره رتبتي اقل منك. التانيه ما سمتش عليها، وفي ثواني بدأت الهجوم. وفي نفس الوقت ده كان فارس مبعوث لميورا وبدأ يستفزها وبيقول لها ايه اللي مخلي بنت حلوه زيك كده تنزل تقاتل؟ انت المفروض تيجي معايا المملكه وتخدميني طول العمر. وبتقول له انت بقى يا سيد الرجاله ايه لازمتك؟ قال لها انا موجود عشان احمي بلادي واتخدم من البنات الحلوه زيك. بتقول له انت اكدت لي دلوقتي انك عيل اهطل، وانا ناويه اعلمك ازاي تقدر البنت اللي قدامك. قال لها يلا ونشوف مين اللي هيعيط في الاخر. اما ميورا مربطه كل الجنود ولا الخرفان اللي مستنيه دورها عشان تتذبح، وبتقول لهم انا مش عايز اقتلكوا، انتوا في الاول وفي الاخر جنود لنفس الدوله اللي انا بحميها. وفجاه تلاقي السلاح بتاعها اتجمد، وبيكون ده الساحر اللي مبعوث عشان يخلص عليها، وبيقول لها تحياتي ليكي انا ميستو. وفي الوقت ده تفك الجنود وتقول لهم لو مش عايزين تموتوا امشوا. بيقول لها ميستو انت عبيطه ولا ايه؟ انت بتسيبي اعدائك يمشوا كده عادي؟ بتقول له ما تقلقش انت الوحيد اللي مش هتعامل معاك برحمه. بنروح لاجتماع اخو الملك وقاده الجيش وبيكون حاسس انه ما يخسروا، لكن اينيمكس بيقول له ما تقلقش. والفرسان بتوعنا بيتجهوا دلوقتي لجناحهم الاضعف، لكن بيقطع كلامهم بطلنا تاتشي وبيقول لهم اسف لو جيت في وقت مش مناسب، وبيكونوا مستغربين هو ازاي وصل. وفي نفس الوقت ده بتظهر لهم ايريال وبيكونوا عارفين كلهم عنها كل حاجه، وبيقول له مش مستغرب انك عارف، انت شخص قدرت تزرع جواسيس في القصر الملكي. وبيقول له ادام انت عارفني كويس كده فاكيد عارف انا اقدر اعمل فيكوا ايه. قال لهم سيبوني انا عايز اتكلم معاها شويه. وساله ايه اللي وداه المعسكر؟ قال له انا جيت لك هنا عشان نخلص الليله دي كلها ونوقف الحرب. فلما بيستغرب بيقول له استنى هفهمك، انت واخوك بتحاولوا تحموا البلد وفي نفس الوقت بتخلوا الناس تقتل بعضها عشان انتوا الاتنين عبط. وقال له عشان كده الملك بيوعدك وبيقولك انك لو سحبت جيشك دلوقتي هيتساهل معاك. وفي وقت التفاوض بيبدأ اينيمكس يلعب لعبة قذرة وبيخرج منه نفس الكائن اللي اتشكل من الأداة السحرية وبيبدأ انه يتسلل داخل الجنود اللي في المعسكر. اما ليميا بتقول له ان اللي بنعمله ده لعب عيال وانا زهقت بصراحة. قال لها عندك حق يلا نخلص اللعبة دي، لكن قوتها هي كمان مش سهلة. وبتوجه ليه هجمة قوية بتصيبه إصابة قوية، ووقت ما كان بيطلع في الروح بيعبر لها عن إعجابه بقوتها وبيقول لها إنك أثبتيلي إنك أحسن مني بكتير. بتقوله لكن بعد كل ده وعدتك إني مش هعاملك برحمة. وفعلا بقوة الجحيم الجبارة بتخلص عليه. وفي الوقت ده الفارس اللي كان بيقاتل ميورا بيقول لها كويس انه مات، كان فاكر نفسه قوي على الفاضي. بتقول له بس يا ناقص ده اللي بتقوله على زميلك اللي اتقتل؟ بيقول لها ازعل عليه ليه، ده كان مجرد فاشل. وفي الوقت ده الغضب بيملى ميورا وبتقرر انها تخلص الدنيا من الاشكال اللي زي دي، وبتبدأ عليه بهجوم شديد وهو بيتصدى ليه بكل قوته. ولما افتكر انه خلاص قضى عليها كانت دي اخر حاجة يشوفها في حياته. وبنرجع تاني لتاتشي واللي كان مستني اجابة من اخو الملك، ولكن الراجل رفض وقال له عايزك تفهمني ادام انت قوي كده ليه ما تحكمش انت العالم؟ قال له لا يا عم ده وجع دماغ على الفاضي، وان لو بقيت ظالم زيك كده الناس كلها هتكون بتكرهني. فضل يضحك عليه وقال له يا ريتك كنت في صفي، كان زمان كل المشاكل دي اتحلت. وبكل شر بيقول له ان اوقات لازم اصحاب القوة يتصرفوا وحتى لو كلفهم تضحية بدم الابرياء، واني اتولدت عشان اكون الملك واني هعمل ده مهما حصل. لكن ايريال لاحظت اللي اينيمكس بيعمله وفجأة بدأت كل الجنود تتحول لوحوش وتقوم من مكانها. وفي الوقت ده كانت سوسرا زهقت من دفاع رين وقررت انها تهجم عليها هجمة قاتلة، لكن رين قدرت تفلت منها من غير ما تتخدش وقررت انها تهجم عليها زي ما هي بتعمل. لكن فجأة
بدأت تحاوطهم الجنود المتحولة كلهم، ومش بتفرق بين جيش الأعداء ولا جيش أخو الملك. وفي ثواني بعد ما كانوا أعداء بقوا في صف واحد عشان يحموا نفسهم، وبيكونوا مش فاهمين إيه اللي بيحصل ولا حتى عارفين الوحوش دي تبع مين بالظبط. لكن حتى أخو الملك اتفاجئ وما كانش عارف أي حاجة عن اللي بيحصل، وبيقول ساعتها اينيمكس للملك إنه حضر تعويذة على ساحة المعركة وإن محدش هيطلع منها سليم النهاردة. وبتبدأ تبان نوايا الخبيثة اللي دايما كان عايز يحققها، وبيقول له: انا فضلت جنبك مساعد لسنين كتيره واستحملت فشلك وعبطك لحد ما زهقت، لكن انا ماليش الا ملك واحد وهي ست، ومفيش احق منها انها تملك الدوله دي والعالم كله. وفي الوقت ده افتكر تاتشي كلام التنين ليه، وقال له ان الشخص ده معاه قوتي عشان انا مقتنع بفكره. وفجاه ايريال قالت له: انا عارفه الطاقه دي كويس، ودي طاقه من حرب كانت من 200 سنه. وفي الوقت ده فهم اخو الملك كل حاجه، وشكل اينيمكس اتجنن على الاخر وبدا يقول كلام غريب، ويقول ان كل اللي هيقف في طريقه مش هيسمي عليه. وقال لهم ان الست دي تبقى هي اللي امرته بكل ده، وكمان امرته انه يجبر تاتشي يشارك في الحرب دي، وانا كل ده ما يهمنيش، ولا الدوله ولا اخوك ولا انت بعبطك ده. وفعلا بدا يؤمر الجنود المتحوله انها تروح وتدمر كل اللي يقف في طريقها. اما الوضع في ارض المعركه بقى كارثي، والجنود مش بتتاثر بالهجمات، وكل اللي هناك مستغرب واول مره في حياتهم يشوفوا اللي بيحصل ده. وتعالى احكي لكم قصه التاريخ ما قدرش ينساها، معركه ترتيل دموي، معركه حفرت اسمها في التاريخ لمئات السنين، واللي بدات بوجود مشاكل على حدود امبراطوريه جارجين مع امبراطورية سكاتوليس. وفي الوقت ده بدأت كل حاجة وتحولت مشاكل خفيفة لبداية مدة من الذعر ما بتنتهيش، والجنود في حالة غريبة. محدش من الجيشين قادر يسيطر على جنوده. الجنود ما كانتش بتفرق بين الأعداء وبين الأبرياء وبين أي حد حتى نفسهم، وكانت بداية عصر دموي ما شهدش أي معنى للرحمة. وفي نهاية الحرب دي عدد الموتى فيها كان 700 ألف شخص، وكل ده بيتكرر بعد مرور 200 سنة وبدون أي سبب واضح. وميورا مش مصدقة اللي بيحصل، لكن ليميا عارفة إن كل الجنود دي في حد بيتحكم في عقلهم، وإن ده مجموعة من القوى الخارجة من السحر الأسود، وإن الحل الوحيد من الكارثة دي هو إننا نقتل العنصر المسؤول عن السحر ده، وإن الجنود دي عمرها ما هتشبع من قتل الناس ولا هيوقفوا. حتى السحرة اللي اتقتلوا قاموا هم كمان، وكل حاجة بتبوظ تقريبا. لكن لو ما قدروش يتصرفوا المملكة كلها هتباد بوحشية، وإن عدد كبير من الناس مصيرها هيبقى الموت، والعالم كله هيحتل من العناصر الوحشية دي. وفعلا الجنود المتحولة بدأت تهجم على أي حد قدامها، وسوسرا بتقتل اللي يقرب منها. أما رين لسه عند قرارها إنها مش عايزة تقتل حد، وبتتفق مع سوسرا إنها قدام ساحرة مأجورة يبقى تقاتل معاها زي ما بتقاتل مع الملوك اللي بيدفعوا لها. أما تاتشي مفيش قدامه حل غير استخدام قوته كاملة، وبيكون عايز يلحق رين واللي معاها. ده حتى القذر أخو الملك بيحارب مع الوحوش دي، وبيقول لتاتشي إن الحل إننا نستعمل الأسوأ، وإن ده الحل الوحيد عشان ننجو من الكارثة اللي بتهدد العالم دي. وبيقول له إن القوة بتاعت اينيمكس دي جاية من الست اللي اتكلم عليها، وإن كل ده عشان يحطوك في موقفك الحالي. وأخويا دلوقتي هيؤمر الجيش إنه يقاتل حتى لو جيشه كله مات. لكن تاتشي قرر إنه يستخدم قوته كاملة، وفي الوقت اللي كان فيه المغامرين والجنود بيحاربوا بكل قوتهم كان تاتشي خد قراره وإنه يحول كل قوته اللي ممكن تدمر دولة إلى قوة قادرة تحمي عالم كامل من الهلاك. وأيريال بدأت تخاف على تاتشي، وقال لها: أنا أخيرا عرفت معنى إني معايا قوة لازم أستخدمها صح، وقال أدام هحمي رين فأي حاجة تحصل عادي. وقبل ما يضحي بكل حاجة بتقف قدامه أيريال وبتقوله إن كل ده مش ذنبك، لكن كل حاجة حصلت كانت ذنبي أنا. وبدأت تتأسف له وهو مش فاهم حاجة. قالت له: أنا كدبت عليك، وشكلي الحالي شكل مؤقت، وإن قوتك جبارة لدرجة إنها خوفتني. وقالت له إن الوداع بينا جه وقته، وإني ما اديتكش قوتي الحقيقية عشان دي قادرة إنها تموتك لو استخدمتها غلط. قالت له إنك أثبت لي إنك عايز تنقذ اللي بتحبهم بجد، وقابلتني زي ما أنا وعملتني كويس، وعشان كده جه دوري. وقالت له: ما تقلقش، أنا كل اللي هعمله هكون في صورتي الحقيقية مش أكتر. وفجأة خرج منها دور قوي واختفت تماما. ولما تاتشي فاق شاف رين، ولما شافها مصابة جري عليها وحضنها وتأسف لها انه اتأخر عليها، وقال لها انه جه الوقت اللي اظهر فيه قوتي الحقيقية. وفعلا استدعى عنصر شيفيلد وهجم على تعويذة السحر الاسود وقضى عليها تماما، والكل كان مصدوم حتى ليميا، اول مرة تشوف حاجة زي دي، وكان اول مرة تاتشي يشوف فيها ايريال على حقيقتها، وده بعد ما تحولت من ايريال لشيفيلد. ولما سألها عن ايريال قالت له: كل ذكرياتها ومشاعرها ناحيتك محفوظة معايا. وبيكون تاتشي مبسوط انه قدر يكسر التعويذة والجنود رجعت لطبيعتها، لكن لسه فاضل انه يقضي على اينيمكس واللي كان في الوقت ده بيتحول لكائن غريب. وقبل ما تاتشي يدخل المعركة دي طلب من رين انها توعده انهم يفضلوا مع بعض. وفجأة خرج من الخيمة وحش عملاق بمعنى الكلمة، وبيقول لهم: تاتشي محدش يدخل، سيبولي الكلب ده. واول ما الوحش بيطير تاتشي في ثواني بيكون طاير وراه، وبيقول له: قبل ما اخلص عليك قول لي مين الست دي. لكن ما بيردش وبيهجم
يهجم عليه. هو بيتصدى تاتشي للهجوم بكل سهولة وبيفضل يسأله. هو بيقول له اينيمكس انت فاكر ايه اللي جابك العالم ده؟ انت جيت هنا عشان الست دي هي اللي اختارتك. وبيقول له كل حاجة حصلت بتخطيط منها، حتى شارلوت كانت مجرد قطعة بتتحرك حسب خطة الست دي، وان في الوقت المناسب كل ده هينتهي. هتبدأ المعركة اللي العالم كله هيتغير فيها، والظلام هيحل محل الضوء، والست دي هتقود العالم. وقال له عشان كده وجودك هنا كان مهم، وانك هتبقى سلاحها ودراعها اللي هتقود بيه العالم الجديد بتاعها. لكن تاتشي مصمم يعرف اسمها. قال له لسه ما جاش الوقت المناسب اللي تعرف اسمها فيه، واصلا انت ليك الشرف انها عايزاك تبقى سلاحها اللي تبيد بيه العالم القذر ده. وفي ثواني بيبدأ هجوم عنيف، وتاتشي مش طايق اي كلمة بيقولها، وبيطلع غضبه فيه وعمال يدب فيه. والتاني بيتصدى ليه بكل قوة وبيقول له أنا كل اللي كنت عايزه إني أحمي الناس اللي بحبها، الناس اللي عشت معاهم أوقات جميلة، اللي كانوا بيحموني وبيدولي الحب اللي بيشوفوه مني. وبهجمة جبارة بياخده وبينزل بيه على الأرض. لكن الغريب إن اينيمكس بيقول له شكرا ليك، وإنك خلتني أتمم الواجب بتاعي، اديني الضربة القاضية وخلص عليا أرجوك. وبيفضل يستفز فيه وقال له أنا عارف إن نقطة ضعفك هي إنك مش بتقدر تقتل حد. لكن تاتشي قال له ان القوة اللي معايا دي اكيد ليها تمن، وزي ما التنين قال لي ان لازم ابقى اقوى عشان اقدر احمي الناس اللي بحبها، والتمن عشان ابقى اقوى اني اخلص عليك دلوقتي. وفعلا بقوة جبارة خلى اينيمكس مجرد رماد. وبعد ما رجعوا كل الناس كانت مبسوطة، واخيرا تاتشي فاق من الغيبوبة اللي كان فيها، واول حاجة سأل عليها كانت اصابة رين. لكن ليميا قدرت تساعدها بسحر الشفاء بتاعها. وفجأة دخلت عليهم شارلوت وكانت فرحانة انه فاق، وبتقوله انها كانت خايفة عليه جدا. وانيميا بتقوله ان كلهم كانوا قلقانين عليه، وشكلها كده هتغير منه عشان هياكل منها الجو. وكالعادة كان جعان وكلهم ضحكوا عليه. وبالرغم من الدمار والخسائر اللي حصلت، لكن الحرب انتهت والحياة رجعت لطبيعتها وأحسن من الأول كمان. وكمان أبطالنا كسبوا لقب مستشارين الجيش الملكي، وده بمعنى إنهم قوات خاصة للجيش الملكي ويمكن استدعائهم في الحالات الطارئة. وفي النهاية عاد السلام للمدينة. أما أخو الملك كان لازم يتعاقب على اللي عمله. وبالرغم من كل ده قال الملك إنه مش ندمان على أي حاجة عملها، وكانت آخر كلمات ينطقها في حياته. بتروح ليميا لتاتشي اللي كان واقف زعلان، وبتقوله لسه بتحاول تتأقلم مع الوضع مش كده؟ ولسه هيكمل كلامه قامت مديه على دماغه وقالت له افهم يا غبي، البشر مش مثاليين، وان كونك معاك قوة زيادة عن البشر لازم هتتحط في مواقف أصعب منهم، وإنك لازم تتأقلم على إحساسك ده، لأن مهما كنت قوي هتفضل إنسان عنده مشاعر في الآخر. وبتقول له بطل هبل ويلا بقى عشان نرجع أزابير. وقبل ما يمشوا شارلوت ودعتهم وقالت لهم وعد مني هرجعكوا عالمكوا. وفي الطريقة ريال قررت ترجع لهيئتها القديمة، وميورا ورين مستغربين إزاي تاتشي قدر يعمل ده كله. أما تاتشي كل اللي في دماغه الست اللي اتسببت في كل ده، ومستني يعرف كل حاجة عنها وعن المعركة الكبيرة اللي اينيمكس قال له عليها. وبكده يكون خلص الانمي بتاعنا. وبعد حروب وصراعات كتير السلام كان هو بطل الحكاية. بس مش دي آخر الحكاية، لسه هنعرف الست دي مين وإيه حكايتها وإيه اللي هيحصل في الجزء التاني. فلو عجبك الانمي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. أشوفكوا الانمي الجاي، سلام.